ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا دلوقتي خلصنا 4 lessons من المنهج بتاعنا، وحصة النهاردة هنكمل جزء صغير منها هيكون تبع الحصة اللي فاتت، فانت لو ما شفتهاش ارجع شوفها وتعالى كمل هنا. ده اخر درس موجود في شابتر 1، فاحنا ان شاء الله هنقفله النهاردة. حصة سهلة ولذيذة كده، برضه هنعديها بسرعة، وبعد كده ان شاء الله ندخل في شابتر 2، فبرضه واحدة واحدة ويلا نبدأ. حصة النهاردة بتتكلم عن علم جديد اسمه نانو تكنولوجي. والنانو تكنولوجي ده مش هقولك ان هي مثلا حاجة ضعيفة، حاجة مثلا بدائية، لا، حاجة مشهورة جدا جدا في الأيام اللي احنا فيها. فأنا لو هاجي أكلمك كمقدمة في الأول عن النانو تكنولوجي، فبقول لك إن هو عبارة عن علم عمل revolutionized للهيومن interaction with the biosphere. عمل ثورة في التفاعلات بتاعتنا مع الغلاف الحيوي أو مع الحاجات كلها اللي حوالينا. ليه؟ لأنه مكننا إن احنا نقدر نعمل ديتكت لحاجات أصغر من السيلز بتاعتنا. ما انت لو جيت تبص زي ما كنا اتكلمنا في الحصص الأولى، إن في الأول كده البودي بتاع الهيومن بيكون عبارة عن سيستمز، بعد كده عبارة عن مثلا عن اورجانز، بعد كده عبارة عن تيشوز. تحت التيشوز في حاجة اسمها سيلز. هل في اصغر من السيلز؟ كان في حاجة اسمها اورجانيلز. هل في اصغر من الاورجانيلز؟ كان في حاجة اسمها موليكيولز، بعد كده في اتومز. شفت الحاجات دي كلها؟ مين اللي بيمكننا ان احنا ندرس الجزيئات بتاعتنا او بندرس الحاجات اللي بتكون اصغر من السيلز؟ هو علم اسمه علم النانو تكنولوجي. رقم 2، يعمل كنترول للستراكشر بتاع الماتر at the molecular and atomic level. بقدر ان انا اتحكم في السبستانس اللي بتكون موجوده عندي وهي في حجم الموليكيول او هي في حجم الجزيء، وكمان في حجم الذره في الاتوميك ليفل. طيب حلو، ايه معنى اصلا كلمه نانو تكنولوجي؟ كلمه نانو في البدايه كده بتكون هي اصلا عباره عن جريك وورد معناها دورف، معناها كوزم، خلاص، اللي هي حاجه صغيره جدا جدا جدا. فبقول لك دي اصلا extremely tiny thing، يعني حاجه صغيره لابعد درجه. طب تكنولوجي اكيد انت عارف معناها ايه؟ معناها practical application of knowledge in a certain field. فده معنى كلمه نانو تكنولوجي. طيب برضو محتاجين نتكلم عن النانو تكنولوجي او عن العلم ده بطريقه اشيك شويه. لو هديله ديفينيشن فبقول لك ده عباره عن تكنولوجي بتعمل مانيبيوليتنج للسبستانس، تقدر ان هي تعدل او تتلاعب بالسبستانس اللي بتكون موجوده عندي وتصغرها لحجم اصغر بكتير جدا من السايز اللي هي بتكون موجوده فيه. طب انا بستفاد ايه؟ انا كل ما بصغر السبستانس اللي بتكون معايا كل ما الكاركترستكس بتاعتها بتتغير ايا كان الخصائص اللي فيها. يعني مثلا هديك مثال صغير قوي قبل ما ندخل حتى في النانو تكنولوجي. انا لو معايا كوبايه شاي وانا عايز مثلا احط عليها شويه سكر، لو قلت لك انا عندي سكر كده عباره عن مكعبات كبيره وسكر تاني عباره عن باودر، مين فيهم يدوب اسرع؟ مين فيهم اول ما بحط بس السكر ده واعمل كده بالمعلقه تلاقي فجاه كل حاجه دابت؟ اكيد الباودر. يبقى انا لما بصغر الحاجه اللي عندي كل ما الخصائص بتاعتها بتزيد، كل ما الحاجه اللي فيها ايه بتعلى اكتر، او البروبرتيز كلها بتبقى متغيره. طب النانوميتر ده بيكون عباره عن ايه؟ والله بص، بيقول لك ده جزء من مليون، بس لا، ده اصغر من جزء من مليون. يعني ايه؟ النانوميتر ده بيكون 10 باور نيجاتيف 9، يبقى بيكون جزء من البليون مش من المليون. يبقى بيقول لك ان ال1 نانوميتر ده بيكوال 10 باور نيجاتيف كام؟ 9 من المتر، يعني حاجه صغيره جدا جدا جدا. طب حلو، وكده كده لما تطلع ان شاء الله في ثانيه ثانوي انت هتاخدها في الفيزيكس، هتلعب بقى مع الفيزيكس كتير قوي لو اخترتها يعني. والله انا لا من رايي ولا فيزيكس ولا ماس، ابعد عن الاثنين. المهم نيجي بعد كده على شويه دايمترز كده في الحياه بتاعتنا. بيقول لك ان الدايمتر بتاع الهيومن هير بيكون 10 باور 5 نانومتر. طيب حلو، يعني ده كتير جدا جدا من النانو، يعني حرفيا 10 وفي باور 5، يعني اصلا في كام صفر هنا؟ لو جيت تعد في 5 اصفار اللي هم اصلا كام؟ بيكونوا 100,000. طب واحده واحده، نيجي مثلا الدايمتر بتاع الووتر موليكيول بيقول لك ان هو 0.3 نانومتر. نيجي برضو على الدايمتر بتاع الساند بيقول لك 10 باور 6. كل الحاجات دي صغيره جدا، صح؟ تقول لي هلاقي اصغر منها؟ هلاقي اصغر منها، هلاقي حاجات كتير صغيره. طيب يبقى ويت، لو جيت ابص هنا مثلا بيقول لك ايه هي بقى البروبرتيز بتاعت الماتيريال على النانو سكيل. الخصائص بتاعت الماتيريال بتاعتي على النانو سكيل احنا قلنا ان هي بتتغير، بس ايه بالظبط اللي بتغير فيها؟ كل حاجه. كل حاجه ازاي؟ هاجي ابص هلاقي ان الميلتنج بوينت تتغير، هلاقي ان الالكتريكال كوندكتيفيتي بتتغير، هلاقي ان السريبيليتي بتتغير، هلاقي كمان ان الهاردنس والكلر كل حاجه بتتغير. ده لدرجه ان لون الذهب نفسه اللي هو اصلا انت عارف ان لون الجولد كده كده باين جدا ولون واضح بالنسبه لنا كلنا، ممكن يتغير او مش ممكن. لو صغرت الموليكيول بتاعه الجولد نزلتها للنانو سكيل كل الالوان دي بتتغير. كل ما بصغر اللون بيتغير، كل ما بصغر اللون بيتغير. يبقى كل الخصائص دي تتغير بس على النانو ميتر او النانو سكيل بتاعنا. بس خد بالك من حاجه، علشان اكون متاكد ان الحاجه بتاعتي في مقياس النانو
عشان في شويه مسائل صغيره هتيجي، لازم يكون الحاجه بتاعتي ماشيه في رينج، ماشيه من 1 ل 100 نانو متر. ده كده اسمه نانو سكيل، ده المقياس بتاع النانو بتاعنا، ده النانو سكيل اللي احنا ماشيين عليه. فما ينفعش خد بالك تيجي تقول لي مثلا ان حاجه بتكون 100 مثلا اند 50 نانو متر دي تبع النانو سكيل بتاعنا، لا ده ما حصلش، انا بس ماشي في رينج من 1 ل 100 مش اكتر من كده. حلو جميل قوي. طب احنا عايزين نعرف الارقام دي بتساوي ايه. انت عارف ان ال1 نانو متر اصلا بيكون عباره عن 10 باور نيجاتيف كام؟ باور نيجاتيف 9. وانت برضو عارف ان لو جيت قلت لك 100 الصفرين دول لو احنا طلعناهم فوق مع الباور هيساوي ايه؟ يبقى احنا لو رجعنا هنا تاني عايزك تحسب كام حسبه صغيره. انت عارف ان الواحد نانو هو اصلا 10 باور نيجاتيف 9، انت عارف ده. طب ال 100 دي بتقول لك ايه بقى؟ ما انت هتشيل الصفرين مع 2 من التسعة، يبقى ده اصلا بيكون عباره عن 1 باور 10 طبعا نيجاتيف 7. وصلت الفكره؟ فالصفرين دول لو اتشالوا معناه ان انا بتكلم على نيجاتيف 7، انما الواحد كده كده نيجاتيف مين 9، وده الرينج اصلا بتاع النانو سكيل. طيب دلوقتي بقول لك في التغير اللي بيحصل ده بيكون بسبب عاملين صغيرين. رقم واحد، انا بزود السيرفيس اريا مقارنه بالفوليوم. دلوقتي انت لو صغرت الحاجه اللي عندك كل شويه تمسك السكر تطحنه اكتر تطحنه اكتر، السيرفيس اريا بتاعته زادت، مساحه سطحه زادت. ايه معنى كلمه مساحه السطح بالبصمجه كده؟ ان انت تمسك الحاجه وتفردها قدامك. يعني مثلا مكعب السكر هياخد الحته دي بس، النقطه دي بس كده، ده مكعب السكر. اما الباودر لا، ده الفارد الحته دي كلها، فدي معناها سيرفيس اريا. حلو جميل قوي. نيجي رقم 2، عندك حاجه اسمها كوانتم افكت. لما اجي اتكلم رقم واحد عن السيرفيس اريا، بقول لك لما البارتكلز بتاعتي السايز بتاعها بيقل السيرفيس اريا بتاعتها ايه اللي بيحصل لها؟ بتزيد. طيب ثانيه بيقول لك مقارنه بالفوليوم بتاعها، فانا لما اجي اتكلم الاقي ان الابيليتي بتاعت الرياكشن بتاعها هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد. طب ناخد معلومه تانية. دلوقتي يا عم الحاج انا لو مثلا عندي مكعب كده من عباره عن بطاطس، وانت رايح تقليه مكعب حرفيا كده، ورميته في المقلاة اللي عندك، وعندك بطاطس ثانيه بتكون اللي هي شيبس، اللي هي اصلا متقشره رفيعه جدا، مين هيستوي اسرع؟ اكيد اللي هو الشيبس ده. اشمعنى؟ تقول لي مساحه سطحه كبيره. تمام، مقارنه بايه؟ مقارنه بالفوليوم. حلو قوي. فانا كل ما بصغر الحاجه اللي عندي كل ما السيرفيس اريا بتزيد، وكل ما ايه الرياكشن بتاعها بيزيد. زي السكر، قلت لك مين بيدوب احسن؟ السكر العادي ولا الباودر؟ انت قلت اكيد السكر ايه؟ الباودر. نيجي بعد كده على رقم 2، وهي حاجه اسمها الكوانتم افكت. بقول لك دلوقتي الكوانتم افكت ده عباره عن ايه؟ انت عارف ان اي ماده موجوده عندك ليها حاجه اسمها دايمنشنز او حاجه اسمها ابعاد. فبيقول لك لما اقارن الدايمنشنز بتاعت الماده اللي عندي بالحاجه الاصليه، يعني لما اقارن الدايمنشنز بتاعت الحاجه اللي بقت على مقياس النانو او النانو سكيل بالماده الاصليه بتاعتي، إيه اللي ممكن الاقيه متغير؟ هلاقي والله ان عندي ظاهره جديده اسمها الكوانتم افكت بدات تظهر عندي، ودي بتغير من شكل الماتيريال بحاجات كتير قوي. ليه؟ لان دلوقتي لما بصغر الحاجه احنا قلنا ان الويف لينث مثلا هيتغير لان كل الخصائص بتتغير. طيب لو الويف لينث او الطول الموجي بتاع الماده ده اتغير، الكالر بتاعها والخصائص بتاعتها كلها تبدا ايه برضه؟ تبدا تتغير. فانا لما اجي ابص مثلا بقول لك عندك اكزامبل على النانو ماتيريال. رقم واحد النانو جولد. انت عندك دلوقتي جزيئات من الذهب، وجزيئات الذهب دي انت عارف الكالر بتاعها شيء منطقي وبديهي، اللون العادي بتاع الذهب. طيب بقول لك لما انا اعمل ري شيب للجولد وانزله للنانو سكيل، انزله المقياس النانو، بقول لك ان الشايني يلو كالر بتاعه هيتغير. ممكن لون الذهب ده يبقى ريد، ممكن يبقى اورنج، ممكن يبقى بلو، على حسب السايز بتاع البارتكلز بتاعه الجولد، على حسب خصائص الذهب نفسها. فدي ظاهره الكوانتم. نيجي عند النانو كبر مثلا، عندك نحاس ونزلته على مستوى النانو. دلوقتي النحاس في الطبيعي انت عارف ان هي مثلا حاجه هاردنس شويه، لها شويه سترينث وبتاع، بس انت لما بتصغره للجزيئات بتاعه النانو وتنزلها لتحت جدا كده لرقم قليل، او السايز يكون قليل جدا جدا، تبدا السترينث بتاعتها تزيد اكتر، يبدا الموليكولز تمسك في بعضها تكون اقوى، فبالتالي السترينث والهاردنس طبعا ايه هيزيدوا مقارنه بالاوردينري كبر او بالنحاس اللي هو بيكون عادي. خد بالك ان انا قلت لك همشي تبع مبدأ صغير، وانا عايز اعرف الحاجه بتاعتي على مقياس النانو ولا لا. احنا قلنا هنمشي تبع رينج هو من 1 نانومتر ل 100 نانومتر، بس ده مقياس النانو بتاعي. وقلنا ان الواحد من النانو 10 باور نيجاتيف 9، قلنا ان ال100 من النانو 10 باور نيجاتيف 7، بس من غير اي ارقام. بس ينفع تقول لي مثلا هو ينفع المقياس بتاعي يبقى من 1 ل 150 نانو؟ لا، من 1 ل 100 بس، ما ينفعش تزود عن ال100. مش هينفع تعدي النانو سكيل من حته مين؟ من حته ال100 نانومتر. فانت لو جيت تبص هنا مثلا بيقول لك ان النانو سكيل والله الرينج بتاعه قلنا من 1 نانومتر ل 100،
which is equivalent to 10 باور نيجاتيف 9 لغايه 10 باور نيجاتيف 7 طبعا من المترز. بس خد بالك بقى لو الدايمنشنز بتاعتك اتكتبت بالمنظر ده، طبعا لازم انت تعمل ايه؟ بيقول لك ان هو مفضل ان انت تحولها لرقم معين، تحولها لنمبر بين ال1 وايه وال9 علشان تعرف الحاجه اللي عندك دي بقت على مقياس النانو ولا لا. ركز برضه انت عندك طول ما الحاجه نيجاتيف 9 نيجاتيف 8 او نيجاتيف 9 ده على مقياس النانو، بس انا لو وصلت للنيجاتيف 7 فانا كده بدات اهزر شويه. ليه؟ لان بدات اقرب من اقوى رقم واقصى رقم على مقياس النانو وهو ال100. فانا لو عديته بالغلط لدرجه حتى ان انا لو بقيت 100 وبقول لك 110 نانومتر فانا كده عديت مقياس النانو نفسه. وصلت الفكره؟ فركز انت بتضرب في كام، حول دايما الحاجه اللي عندك لارقام وتشوف انت بقى دنيتك بقت رايحه فين. ده اول جزء من الدرس وهي حته مين؟ الانترو بتاع النانو. نيجي بعد كده رقم 2 على حاجه اسمها نانو كيمستري. بس بص ثانيه واحده قبل ما ادخل في حتى رقم 2 او البارت الثاني من الحصه نراجع بسرعه على اللي فات. احنا اخدنا حاجه اسمها نانو، وان ده علم ثوري جدا ظبطنا دلوقتي في ان احنا نقدر ان احنا نتفاعل مع الاورجانيزمز او مع الجزيئات اللي عندي وهي حجمها صغير جدا. فبالتالي بدات اتفاعل مع الحاجه اللي اصغر اصلا من السايز بتاعه السيل. طب حلو، قلنا ان احنا عندنا نانو سكيل اللي هو من 1 ل 100. طيب خلاص اركن دي على جنب. قلنا ان الجزيئات بتاعتي الويف لينس بتاعها بتغير في ظاهره الكوانتم افكت، وقلنا برضه ان عندي حاجات كتير قوي تبدا تتغير فيها زي مثلا الكالر. مثلا في حاجات لونها بيكون زي الجولد مثلا لونه هو ذهبي عادي خالص او لونه اصفر فاتح شايني يلو، ممكن يبقى ازرق، ممكن يبقى احمر، ممكن الالوان كلها تتغير بس بسبب مين؟ النانو سكيل. نيجي بعد كده عند النانو كيمستري. انا دلوقتي بقدر استخدم النانو ده في ايه في الكيمستري بتاعتي؟ لو هاجي اتكلم في الاول خالص بيقول لك ان النانو كيمستري ده هو برانش من الساينس بيقدر يستدي السينثيسيس والديسكريبشن والابلكيشن بتاع النانو ماتيريالز. انا عايز ادرس بقى انا هستخدم ده كله في ايه، تمام؟ عايز افهم واقدر اعرف انا هستخدم كل ده في ايه واستفيد بيه في ايه دلوقتي وايه الحاجه اللي احنا بنستخدمها اصلا. بس في الاول بيقول لك معلومه صغيره، مهما الجزيء اللي عندك او الماده اللي بتكون معاك حجمها بقى قليل جدا جدا، دايما بيكون لها 3 دايمنشنز، دايما بيكون لها طول، دايما بيكون لها ارتفاع، دايما بيكون لها عرض. يبقى دايما بيكون لها 3 حاجات، لينث ويدث هايت. دايما اي ماده ما هي كده كده لها دايمنشنز، هفضل اصغر فيها برضو لها دايمنشنز بس بقت صغيره. حلو، فده اللي انا هتكلم عنده. فانا هقسم بقى السبستانسز اللي عندي لاربع انواع. حاجه اسمها زيرو دايمنشنال اللي هي الزيرو دي، حاجه اسمها 1 دي، حاجه اسمها 2 دي، وحاجه اسمها 3 دي. فانا هتكلم عن كل دول. بس لو بدانا في الاول حاجه اسمها زيرو دي. زيرو دي معناها ان كل الدايمنشنز بتاعتنا كلها في النانو سكيل. يعني لو لينس او ويدث او هايت كلهم قاعدين في مقياس النانو، كلهم حجمهم صغير، يعني طول عرض ارتفاع الثلاثه صغيرين، الثلاثه نانو. طيب حلو، دلوقتي لو جينا نبص كاكزامبلز عندك حاجه اسمها الكوانتم دوتس، حاجه اسمها النانو بارتيكلز، منها الجولد ومنها السيلفر. بس ركز، انا دلوقتي مثلا ككوانتم دوتس انا ممكن استخدم الدوتس او النقط الصغيره جدا دي ممكن استخدمها في ايه؟ انت لو جيت تبص مثلا في شرايح اللي هي الالكترونكس، اللي هي الحاجات اللي بتكون موجوده في اللابتوب، موجوده في البي سي، الحاجات دي كلها بتكون صغيره جدا جدا جدا. ليه؟ معموله من الكوانتم دوتس. ايه السبب؟ بتزود من التوصيل بتاع الكهرباء، بتكون مقاومه اكتر للهيت، لها خصائص كتير قوي زي ما احنا قلنا. كل ما بنصغر كل ما الخصائص بتاعتي بتزيد. برضو الجولد نانو بارتيكلز مثلا بنقدر نعالج بالكانسرز، وده كانت معلومه عندك اصلا في ابتدائي، تمام؟ وكان اظن العالم اللي كان عمل الموضوع ده كان مصطفى مشرفه، اظن ده من ايام ابتدائي بتاعي. نيجي بعد كده برضه عندك سيلفر مين نانو بارتيكلز. كل الحاجات دي بتكون 1 دي، قصدي 0 دي. نيجي بعد كده على ال1 دي، بيقول لك ان الماتيريال دي have only one dimension outside النانو سكيل، حاجه واحده بس اللي بره اصلا مقياس النانو. بيقول لك ان اللينس هنا بتاعها ممكن يكون very large. يبقى بص، الويدث بتاعك بيكون موجود كده كده جوه، الهايت بيكون موجود كده كده جوه النانو سكيل. من الحاجه الوحيده اللي خرجت بره النانو سكيل اللينس او الطول. طب نيجي بعد كده بيقول لك while the other two dimensions اهو قاعدين جوه النانو سكيل. طب لو انا هاخد اكزامبلز اصلا على الحاجات دي، رقم واحد عندي حاجه اسمها النانو تيوبس، عندي حاجه اسمها نانو وايرز، وحاجه اسمها نانو فايبر. دول هناخد الخصائص بتاعتهم قدام شويه في الابلكيشنز، بس برضو كهنت عنهم احنا قلنا ان انا كل ما بصغر الماده اللي عندي كل ما ايه اللي بيحصل فيها؟ بصغر السبستانس اللي معايا فخصائصها بتزيد. يعني مثلا نفترض دول توصيلهم الكهربي عالي ولا لا؟ طبعا عالي. الكربون نانو تيوبس مثلا الهاردنس بتاعتها تزيد ولا لا؟ طبعا زياده قوي. حتى دايما لما كان بيجي يقول لك ايه، او مش هو اللي بيقول لك، لما تيجي تشوف مثلا العربيات دي غاليه زي مثلا جي كلاس، بينزلوا لها بروتكشن ليها من بره كده، بيقول لك حاجه اسمها كربون فايبر.
ليه كربون فايبر؟ ليه مثلا مش كربون عادي؟ ليه مثلا بحط اصلا كربون عشان الهاردنس بتاعه زياده؟ ما بالك عملته اصلا بالنانو، فبالتالي العربيه نفسها تبقى صلبه، تبقى جامده، اقدر احافظ عليها من السكراتشز بقى، احافظ عليها من كل حاجه. ده ال1 دي. طب نيجي عند ال2 دي، بيقول لك دلوقتي ان انت عندك حاجتين بره النانو سكيل، يبقى الماتيريال هنا عندها 2 دايمنشنز اوتسايد النانو سكيل، فبالتالي لارج فلات سيرفيس اريا. الحاجه الوحيده بقول لك ان الثيكنس بتاعها بس هو اللي قاعد جوه النانو سكيل، يبقى لارج فلات سيرفيس اريا والثيكنس بس هو اللي جوه النانو سكيل. طب انا لو جيت ابص مثلا، عندك ماده اسمها الجرافين، عندك حاجه اسمها سين فيلمز، حاجه اسمها نانو لايرز. بص هو الكتاب ما وضحش اهميتهم ايه، بس لو جيت اتكلم مثلا عن الجرافين ده، الماده دي مثلا هي كده كده معموله بمقياس النانو، بس خد بالك ان التوصيل بتاعها بيكون احسن من النحاس، احسن من الكبر نفسه، فانا ممكن استخدمها. السين فيلمز برضو طبقات الحمايه من اللي بتكون معموله من النانو دي بتكون مقاومه للصدأ، مقاومه للسكراتشز، مقاومه للارتفاع الهيت. بص مفيده جدا جدا، بس طبعا ما جابش فايدتها في الكتاب. فكل الحاجات دي عامه دايما تعرف ان هو لو جاب لك في الاختيارات اي فايده لاي حاجه من دول، تعرف ان هي حاجتها كويسه جدا، يعني تعرف ان توصيلها الكهربي عالي، مقاومتها للهيت عاليه جدا كمقاومه كريزيستنس، تعرف ان هي اكيد بتقاوم السكراتش. فاهم انت الفكره؟ فدايما خد الحاجه المميزه وحطها تبع مين؟ تبع الاكزامبلز بتاعت النانو. نيجي بعد كده عن ال 3 دي، ولا دايمنشن جوه النانو سكيل، مفيش اي حاجه مرميه عندك في النانو سكيل، صفر. تمام، بس امال انا ليه بدرسها؟ بدرسها علشان جواها جزيئات نانو، بس الابعاد بتاعتها مش نانو. وصلت الفكره؟ طب تاني لما اجي ابص هنا اصلا بيقول لك ايه؟ ان الماتيريالز هنا in which none of their dimensions fall within the nano scale، مفيش اي حاجه فيها جوه النانو سكيل. يعني مثلا بيقول لك ان هي اصلا لارج في كل الدايمنشنز but they are composed of nano scale building blocks، يعني في جزيئات من جوه معموله من النانو، او عندها internal nano structure زي الاثنين دول، حاجه اسمها البورس نانو ماتيريالز، حاجه اسمها البولي كريستالين نانو ماتيريال، او هيكون النانو كومبوزايتس. النانو كومبوزايتس مثلا او اللي هو البورس نانو ماتيريالز ممكن نستخدمها في الميديكال فيلد شويه، ممكن استخدمها في حته اللي هو الاير كونديشنرز مثلا، ممكن استخدمها في انها تعمل فلتر للووتر، لها فوائد كتير قوي، بس طبعا الكتاب انت عارف اللي فيها يعني ما قالش عنها حاجه، اداك اكزامبلز وقام ساكت. دلوقتي انا خلصت حته الكيمستري، ندخل بعد كده على جزء الابلكيشن. حاسس النهارده على فكره صغيره قوي قوي قوي، فمش هاخد منك وقت في المذاكره خالص يعني، دي عارف انت اللي هو قفله حلوه للشابتر. طيب نيجي بعد كده على حته الابلكيشن عشان برضه انا ما اطولش عليك وهري كتير. حته الابلكيشن دي بتكون عباره عن ايه؟ انت لو جيت تبص، انا كده عايز استخدم النانو في حياتي انا بقى، بعيد عن الجو اللي احنا اخدناه ده، الزيرو دي وال1 دي وال2 دي، عايز استخدم اصلا حاجه تفيدنا احنا كميديكال فيلد مثلا. حاجه، بص انت دلوقتي عارف ان في ناس يعني بعيد الشر بيجي لها حاجه اسمها كانسر، والكانسر ده بغض النظر ان هو انواع كتير جدا، بس طبعا لو هكلمك عنه فهو في حاجه اسمها حميد، حاجه اسمها خبيث. دلوقتي الحميد ده ندخل نستأصل نقطع حته نمشي خلاص الكانسر راح، بس حاجه تانية بقى بتحتاج علاج. العلاج ده ممكن يكون كيموثيرابي او ممكن يكون بالراديو بالاشعه بتاعتنا. ما هو برضه لو جيت ابص العلاج الكيميائي دايما بيعمل ايه في مريض الكانسر؟ لما تيجي تبص على مريض الكانسر ده، هو الكانسر ما بيوقعش الشعر، العلاج الكيميائي ده الكيموثيرابي هي الحاجه اللي بتوقع اصلا الشعر. طيب ما انا عايز بقى دلوقتي ما اقعش شعرنا مثلا، عايز اعالج الحته بس اللي فيها كانسر. دلوقتي العلاج لما بيجي داخل اصلا بيخبط في كل حاجه، يعني هو بيدخل يقتل الخلايا اللي فيها كانسر والخلايا السليمه والخلايا اللي حواليها، ما هو بيدخل يكوي حرفيا، بيشيل كل حاجه من جوه. فانا دلوقتي لو عملت حاجه صغيره قوي قوي كده من النانو، بركبها فوق الموليكيول او فوق الحاجه اللي انا ادخلها ككيموثيرابي، تفضل ماشيه بيها كده وتدخلها بس للكانسر سيل، كده انا استفدت ولا لا؟ طبعا استفدت جدا، ده تعمل ثوره حتى في الميديكال فيلد. هم على فكره بداوا يطبقوها، مش اللي هو ما بداوش، بس طبعا لسه في فتره كبيره جدا لغايه اما الموضوع يتعمم يعني. المهم بستخدمها في الكانسر تريتمنت لسبب ان المشكله عندنا اصلا ايه؟ بقول لك لسنين طويله قوي انت عندك الكانسر تريتمنت بيكون عباره عن كيموثيرابي زي ما احنا قلنا، او عباره عن راديو ثيرابي. وطبعا الموضوع ده مؤذي جدا جدا للجسم، لانه بيعمل سايد افكتس كتير قوي على مستوى البادي كله. فدلوقتي النانو ماتيريال اللي بيستخدموها في التريتمنت ايه؟ بيقول لك ان الفيلد بتاع النانو تكنولوجي has been developed and offer an exciting solution using النانو بارتيكلز. شغلتها كلها ان انا باجي على الكانسر دراج زي ما احنا قلنا، وبحط عليه بروجرام نانو بارتيكلز. البروجرام نانو بارتيكلز دي تفضل ماشيه 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 لغايه اما هوب تلاقي الكانسر سيل
تقوم داخله مين مهاجماها جوه. هل لها دعوه بالخلايا السليمه؟ لا، يبقى بالتالي بقلل من السايد افكت بتاع مين بتاع الكيموثيرابي. يبقى دلوقتي الريزلت هنا بزود الافكتفنس بتاعت التريتمنت، رقم 2 اقلل من السايد افكت اللي طبعا بتاذي ناس كتير جدا جدا. لان خد بالك الناس اللي بيجي لها كانسر هي في ناس كتير ما بتتعالجش منه لسبب بتكره شكلها، بتكره اللي بيحصل لها من الكيموثيرابي. تمام، فهي دي الموضوع اللي احنا بنحاول دلوقتي نتجنبه، لان هو كده كده مرض يعني، فاهمين الفكره. نيجي رقم 2، ريبيرنج للدامجد نيرف. بص، هي الحته اللي كنت بقول لك عليها لها علاقه شويه بالحصه اللي فاتت. احنا خدنا الحصه اللي فاتت حاجه اسمها الساينابس، وعرفنا ازاي اصلا الكهرباء او السيجنال بتاعتي بتمشي من خليه لخليه تانية. عرفنا ازاي اصلا الكهرباء ماشيه جوه الجسم. عرفنا ايه اللي بيحصل بقى في الجيت بتاعت الكالسيوم والجو ده كله. طبعا لو ما شفتهاش ارجع شوفها. خلاص، ده كل ده كان بيحصل في الجسم. بس دلوقتي لو جينا نبص مثلا، لو نفترض عندنا نيرف بايظ في الجسم، نيرف فيه دامج، يعني لو نفترض مثلا نيرف للدراع من هنا فيه دامج حصل هنا، هل الكهرباء هتيجي من فوق هنا مثلا او من البرين تعدي توصل لصوابعي؟ لا، ما في دامج خلاص. عارف انت الجو لو في مثلا طريقين وفي كوبري في النص، لو الكوبري ده حصل فيه تلف وباظ، هل حد يعرف يعدي من الطريق ده للطريق ده؟ لا، مع ان البلد كلها سليمه بس الوصله دي باظت، فما فيش حد هيعدي من الجهه دي للجهه دي. نفس الفكره، لو حصل دامج في النيرف هنا، هل السيجنالز بتاعتي تعرف تعدي من هنا لصوابعي؟ مستحيل. فهم دلوقتي بيحاولوا يعدلوها ازاي؟ طبعا انت عارف ان النيرف سيلز اغلبها ما بتتجددش، نيرف باظ خلاص انتهى. فانا بقوم عامل بريدج صغير كده، عامل كوبري. الكوبري ده عباره عن جزيئات من النانو، بوصل النيرف اللي هنا وبعدي كوبري كده حرفيا فوق النيرف اللي فيه دامج للنيرف الجديد اللي هناك. وصلت، يبقى بجيب كوبري من النانو بوصل بالحته دي بالحته دي. وطبعا الكهرباء هتمشي فيها ايه بسرعه جدا، السيجنالز هتمشي بشكل طبيعي. فانا لما اجي ابص هنا بقول لك ان النيرف امبulses that travels through neurons as electrical pulses that are طبعا transmitted from one cell to another via the synapse زي ما احنا اتكلمنا. طيب نيجي بعد كده للمشكله، لما يحصل دامج في بارت في النيورال باثوي، النيرف امبulses cannot cross the damaged area، مش هتقدر ان هي تعدي الدامجد اريا. طب حلو، النانو ماتيريال اللي بتستخدم في التريتمنت ايه؟ لو جيت ابص عندي نانو ساينس has enabled scientists to utilize electrically conductive، ارجع electrically conductive مين؟ نانو ماتيريال. زي مين؟ زي الكربون نانو تيوبس، او عندنا النانو واير ان ذس فيلد. شغلها ايه؟ انها بتقول لك بتاكت اكانها بريدج، كوبري في النص، فتعمل ترانسميت للنيورال سيجنالز من المكان النورمال لغايه المكان التاني وتعدي الدمج اللي بيحصل في النص ده. طيب حلو قوي، فالنتيجه بيرجع طبعا ريستوريشن تاني للموفمنت بتاعت السنسيشن، احساسي بيرجع تاني، يرجع تاني الاعضاء تتحرك او الاورجنز بتاعتي تتحرك، او حتى لو نفترض انها كانت في الايد فصوابعي تتحرك، فيعمل ريكونكتنج للدامجد نيرف تاني، هيلبنج طبعا نيرف امبulses to pass again if the nerve had never been damaged. يعني عادي خالص يرجع جسمنا يتحرك بشكل طبيعي. كل ده لو الجسم نورمال اصلا. بس في حالات تانية النيرف مش متوقف بس دامج صغير، في ناس اصلا عندها باراليسيس، عندها شلل. طيب دول نعالجهم ازاي؟ واحده واحده. انت اكيد عارف ان في حاجه اسمها اطراف صناعيه كده، انت مستوعب الموضوع ده؟ طيب فل، ايه اللي ممكن ان احنا نعمله للحوار ده؟ بيقول لك بص، controlling the smart prosthetic limb and communication in paralyzed patients. الناس اللي بتكون اصلا عندها شلل احنا بنجيب لهم مثلا حاجه اسمها طرف صناعي، اللي هو بيكون البروستاتيك لامب. دلوقتي احنا لما بنركب الطرف الصناعي ده، هم اصلا بيحركوه ازاي؟ عن طريق والله التوصيلات العصبيه بتاعتهم. يعني هم اصلا دراعهم بيتوصل بمين، او الطرف الصناعي ده بيجي يتوصل بجزء من دراعهم، فبالتالي بيكونكت مع النيرف. فاعصابنا هي اللي بتتحكم في الاطراف الصناعيه دي. طب احنا عايزين نزود الافكتفنس بتاعه الحركه، عايزين الحركه بدل ما تيجي بطيئه شويتين 3 4، لا عايزينها تبقى سريعه اكتر. فبيجيبوا نانو بارتيكل صغيره قوي او شريحه سمارت جدا بيركبوها في حته البرين، فتعمل كوميونيكيشن كمان مع مين، او يوصلوها بالنيرف فتعمل كوميونيكيشن مع الجهاز نفسه، مع الطرف الصناعي نفسه. فبالتالي الحركه نفسها تبقى سريعه ولا لا؟ تبقى سريعه جدا، تبقى سلسه، تبقى الموضوع بسيط. يبقى ده حته مين؟ الكوميونيكيشن. نيجي بعد كده النانو ماتيريال اللي بستخدمها في التريتمنت، زي ما احنا قلنا الساينتست هنا بيوزنج النيورال نانوتك. اللي بيحصل فيها بتعمل كوميونيكيشن لحته البارالايزد بيشنت تو موف زير لم. وطبعا الايديا بتاعت الورك بتاعتها، انت عارف ان انا بركب شريحه صغيره خالص تظبط النيورال سيجنال من جسمنا او مع النيرف ومع مين؟ مع الطرف الجديد. طيب نيجي عند اخر حاجه خالص بقى، وهي حاجه اسمها بايو فيول سيلز. دلوقتي انت عندك حاجه اسمها بايو فيول او حاجه اسمها وقود حيوي.
المهم البايو فيول سيلز دي زي ما احنا اتكلمنا هي عباره عن عمليه حيويه بتحصل جوه جسمنا. بس انا عايزك في الاول تفتكر او تفكر في كام حاجه صغيره. احنا لما نيجي مثلا نركب جهاز جوه جسمنا، جهاز عادي خالص زي مثلا بيس ميكر للقلب، الجهاز اللي هو المنظم لضربات القلب ده، او اي جهاز تاني، الطاقه اللي الجهاز ده بيستخدمها بيجيبها منين؟ لو تفكر اكيد انا مش هدخل كل شويه اغير الحجاره بتاعته او هديله مثلا شحنه كهرباء من بره، اكيد هو بيعمل حاجه جوه جسمنا هي اللي بتديله الانرجي دي. الحاجه دي بقى هي البايو فيول مين سيلز. دي اصلا بتكون عباره عن خلايا بتكون موجوده في الديفايس نفسه، بيقدر يحول بيه الجلوكوز اللي موجود في جسمنا لانرجي. فاكر السيلولار ريسبيريشن اللي هي كانت بالظبط في ليسن 2 على ما اظن كده؟ العملية دي كان ايه اللي بيحصل فيها؟ كان جسمنا بيحول الجلوكوز لحاجة اسمها اي تي بي. شفت نفس الفكرة دي؟ برضو الديفايسز كلها بتعملها. انا حاسس ان انا كنت مرمي بره الكادر قوي، بس دخلت لكم في النص اهو. خلاص. المهم ايه اللي بيحصل اصلا في حته البايو فيول ده؟ بيقول لك ان السيلز دي considered an excellent example للميميكينج biological process and technology to generate energy from man-made devices. ازاي وايه اللي بيحصل؟ ان الايديا اوف ورك بتاعتها ان الخلايا دي او السيلز اللي موجوده جوه الديفايس تقدر ان هي تاخد الجلوكوز وتحوله على طول كده بشكل دايركت لإلكتريكال انرجي، طاقة كهربية. الطاقة الكهربية دي هي اللي تشغل الديفايسز اللي بتكون موجودة في جسمنا. طب حلو، بس برضه اكيد في فرق بينها وبين السيل ريسبيريشن، اكيد انا ما بستخدمش السيل ريسبيريشن كده على طول. فانا لو جيت ابص على الفرق او التشابه بين الاثنين بيستخدموا الجلوكوز عادي خالص، يعملوا له عمليه اوكسيدايزيشن خلاص او اوكسيديشن، يعملوا له اكسده عادي خالص وبيطلعوا منه الانرجي اللي موجوده جواه. بس في فرق بقى صغير. ايه هو الفرق ده؟ ان انا عندي في حته السيل ريسبيريشن انا بروح اطلع اي تي بي، والاي تي بي ده عباره عن الطاقه اللي موجوده في جسمنا، كيميكال انرجي خلاص. بس الاجهزه دي هل هي محتاجه حاجه كيميكال؟ لا، هي بتحول على طول الجلوكوز اللي هو اصلا كيميكال وش كده الالكتريكال انرجي. وخد بالك يعني من كيميائيه لكهرباء بشكل دايركت. بشكل ايه دايركت؟ بس لو جيت تبص برضو، هو الكهرباء دي عباره عن ايه؟ كان عندك في الاعدادي بيقول لك ان دايما حاجه اسمها او الالكتريكال كارنت ده التيار الكهربي عباره عن حاجه اسمها الكترونز. خلاص، فري الكترونز كده ماشيه على طول كده، هي اللي بتكون التيار الكهربي ده. طيب يبقى دلوقتي انا عايز افهم اللي بيحصل في حته الاكسديشن. انا ايه اللي بيحصل عندي؟ بقول لك ازاي اصلا بيشتغل. طبعا انت عارف ان هي عباره عن باتريز موجوده في الجسم. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ان الانزيمز اللي موجوده في جسمنا are used at the negative electrode او الحته بتاعه الانود. خد بالك ان دايما البطاريات في حته اسمها انود حته اسمها كاثود. ده وده حاجه بوزيتيف وده حاجه بتكون موجوده ايه نيجاتيف. الانود طبعا هو النيجاتيف. فانا هعمل حاجه اسمها اوكسيدايزيشن، هعمل حاجه اسمها اوكسيديشن للجلوكوز. لما اجي اكسد الجلوكوز بتاعي ده ايه اللي هيحصل فيه؟ والله بص، الجلوكوز لما يتاكسد بيطلع من جواه الكترونز وبروتونز. طيب حلو، الالكترونز دي بتجري كده تكون الكتريكال كارنت. طيب حلو، فانا دلوقتي لو جيت ابص directed toward the positive electrode اللي هو الكاثود، يبقى الكاثود انت عندك دي حاجه بوزيتيف زي ما احنا قلنا. just as مين مثلا electron moves through wires to light a bulb. يعني لو جينا نفهم الحته دي تاني مع بعض، احنا قلنا ان البطاريات بتاعتك حاجه اسمها انود حاجه اسمها كاثود. الكاثود بوزيتيف الانود نيجاتيف. طيب حلو، انت بتعمل اوكسيديشن صح لمين؟ للجلوكوز، تعمله عند الانود يخرج منه بروتونز والكترونز. الالكترونز نيجاتيف تجري تروح للكاثود اللي هو اصلا بوزيتيف، جرت يبقى عملت الكتريك كارنت. فبالتالي تقدر تنور بقى الحاجه او تشغل طبعا الديفايسز اللي بتكون موجوده مين عندك في البادي. فبقول لك ان دور النانو تكنولوجي في الامبروفنج الافشنسي اوف ذس بروسيس ايه؟ خد بالك انا عندي حاجات بتوصل الكهرباء احسن شويه زي ما احنا كنا اخدنا، زي مثلا عندك الكربون نانو تيوبس، او مثلا عندك الجولد نانو بارتيكلز. دي اصلا بتعمل كوت للالكترودز انسايد ذا سيل، غلفت الالكترود كده، فبالتالي هيوصل كهرباء احسن ولا لا؟ اكيد هيوصل كهرباء احسن لان غلفته بنانو. فبيقول لك دلوقتي ان اصلا ايه فايدتها؟ والله بتعمل فاسيليتيت اند انهانس الافشنسي بتاعه الالكترون ترانسفير. رقم 2 تعمل accelerate للreaction in the same way enzymes accelerate cell respiration inside the mitochondria. يبقى بتشتغل بالظبط اكنها عامل حفاز تزود من الرياكشن اللي عندك، فبالتالي تقدر ان انت تتحرك او تزود البارتيكلز اللي عندك او الجزيئات بتاعه الكهرباء او الالكترونز بشكل اسرع قوي. كده احنا خلصنا lesson 5. حاسس ان انا مش الدنيا مش احسن حاجه النهارده قوي او مش طويله جدا، احنا لمين الدنيا يعني بالنسبه لك، بس علشان ما تقفرش
في المذاكره، يعني كده كده الدرس ملموم. فبرضه عايزك تركز في الدرس ده، تذاكره حلو برضه زي اللي فات كده. برضه كومنت بقى يعني عرفنا الدنيا عامله ايه، مذاكرتك ايه دنيتها. برضه اسال لو عايز تسال اي سؤال. وان شاء الله بقى الحصص هتنزل لك في مواعيدها عادي، احنا هننزل دي ان شاء الله يوم اللي هو هيبقى يوم الاثنين هتنزل لك على اليوتيوب. ده عادي كده ان شاء الله هينزل شابتر 2 على طول بقى عشان نخلص المنهج كده ونبدا مع بعض المراجعه وحل طبعا الامتحانات، لان احنا ما حلناش حاجه سوا. فسلام بقى.